صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، فإننا في كل مناسبة دينية إلا ورأيت الأمة تتطاحن وتتحارب وتتراشق بطريقة لا يقرها الشرع ولا تقرها سنة النبي وهديه عليه الصلاة والسلام. في كل عام حينما يدخل ربيع الأول تجد بعض المسلمين يحاولون جهدهم أن يظهروا أن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الدين، وأنه بدعة مذمومة، ويؤدي أحيانا به إلى الطعن واستصغار والاستهزاء واحتقار من قال بجوازه. وترى ربما الطرف الآخر يرد بنفس الطريقة، مع أننا أمرنا أيها الإخوة كما قال الشرع الحكيم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من الأفضل الإنسان أن لا يتجاوز حدوده، أن تقول رأيك ثم بعد ذلك اترك الأمور لله سبحانه وتعالى. أنت بينت وأنت مخلص لله، وأنت حريص على هذا الدين وجيد، وحريص على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جيد أن تبين هذا، لكن لا تسب، لا تشتم، لا تفرق المسلمين. تعرف ما الذي يجعلني وأنا كإمام أصعد على المنبر، ما الذي يجعلني لا أدخل في هذه المناوشات؟ وحتى وإن رأيت أن الرأي مثلا عدم جواز الاحتفال، ما الذي يجعلني ألتزم الأدب؟ ما الذي يجعلني؟ أن هناك طائفة كبيرة من علماء السلف الكبار قالوا بجواز الاحتفال، فإني إن سببت واستصغرت واحتقرت وقلت أن جميع من يقول بهذا القول مبتدع في الدين ضال، فإني سأقول عن علماء كبار أمثال ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ابن حجر شارح صحيح البخاري، حتى قيل عن شرحه لا هجرة بعد الفتح. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم خلاص بعد فتح مكة ما تزيدوش تهاجروا. العلماء كشفوا الشرح تاعو اندهشوا، الشرح عجيب. فماذا قالوا لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري شرح صحيح البخاري قال لك واحد ما يزيد شرحه كما هذا العالم، عالم كبير، عالم بالحديث، عالم بالسنن، بالروايات وباللغة وبالقرآن وبالفقه وبالأصول، وقال بالجواز. طيب أنا إذا قلت كلاما قبيحا أنا راح نقيس هذا الرجل، هذا الإنسان العظيم هذا. طيب تلميذه السخاوي تلميذه عالم كبير ومحدث أيضا، كتب كتاب في جواز الاحتفال. طيب قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ عظيم لا نحتقر يعني الجهد تاعه الذي قدمه للإسلام. نعم له أخطاء كما لجميع العلماء، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد.
وقال بجواز ذلك. قال إذا داروها يعني ما خرجوش عن المعتاد وذكروا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال معليش نحن ننكر تلك الاحتفالات اللي يبذر فيها الطعام ويرقص فيها ويغنى فيها، وين يضيعوا الشباب تاعنا أموالهم الكثيرة على المفرقعات وما ينفقوش على إخوانهم مثلا في غزة. نحن ننكر هذه ليست طريقة في احتفال بمولد النبي ولا طريقة في إعلان المحبة له. وعلماء كثر، لو نجيب لكم عندي قائمة 100 عالم من جميع المذاهب، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم قالوا يكفي كذلك، يكفي أن علامتنا ومفخرتنا الإمام عبد الحميد بن باديس كان يحضر احتفالات المولد ويلقي فيها الخطاب، وشعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب، قالوا يوم المولود. صاحب دربه العلامة البشير الإبراهيمي كان يقول بجوازه وكان يحضره. طيب أنا ما عجبنيش الحال وأنا ضد هذا، نسب هذا وقع، اتهمهم باللي هم ناس سطحيين وما يعرفوش الدين وضالين وما قراوش، يعني على الأقل التزموا الأدب، هذا هو التزم الأدب. واللي خلاني نقول هذا رأيي في الآئمة الأربعة، الأدب بتاعهم اللي كان ذكرت لكم يوما أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن قنوت الفجر سنة مؤكدة يجب على تاركه سجدتي السهو، اللي ما داروش يسجد للسهو. هو هذا كان رأيه إمام الشافعي أصله من غزة ونسبه قرشي ويلتقي إلى نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تلميذ الإمام مالك رحمه الله. هذا الإمام الشافعي صلى يوما ببغداد بالعراق، وين موجود قبر الإمام أبي حنيفة، وأبو حنيفة لم يكن يرى بقنوت الفجر، وإنما كان يرى أن القنوت في الوتر، يعني بعد العشاء في الوتر يدير القنوت. فصلى الإمام الشافعي في المسجد تاعو، وكان أبو حنيفة مات منذ سنوات طويلة، فصلى بهم الصبح. لما الحق للقنوت ما داروش، ركع مباشرة وسجد، لأنهم يديروه بعد الركوع، سجد مباشرة. قيل له علاه يعني درت هذا؟ قال احتراما لأبي حنيفة. شفته هو شايف سنة مؤكدة، لكن كان احترام بيننا. والإمام أحمد رحمه الله هو رابع الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة مالك الشافعي إمام أحمد تلميذ للشافعي. فكان يقول بعدم عدم الجواز أو بانتقاض الوضوء لخروج الدم من الإنسان. لو كان يخرج الدم منك ولا ترعف مثلا، وضوءك راح، بالتالي إذا راح وضوءك وش معناتها؟ صلاتك باطلة إذا صليت. هكذا كان يرى. فقيل له إذا صلينا خلف إمام لا يرى هذا القول، أنا صلينا مر إمام ما يشوفش هذا القول، قال كيف لا أصلي خلف مالك والأوزاعي؟ كفاركم هابل أنتما. الإمام مالك لا يقول بهذا، بمعنى الإمام أحمد لو كان يصلي مر إمام مالك يخرج من الصلاة، يعني تبهديله. قال شوية أدب، هذا رأيي، ولكن رأيهم معتبر كذلك. هذا ما أريده فقط في مقدمة. وأما حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول وهدي الرسول، والله أيها الإخوة ما أعطيناها حقها من الدراسة، ما أعطيناش حقها من الدراسة. وآسف أيها الإخوة، آسف تقصيرنا في إيصال المعلومات الصحيحة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي الإنسان لو قرأ القرآن الكريم كما ذكرت لكم في درس الجمعة، في الدرس يكفي أن تقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. يكفي أن تقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يكفي أن تقرأ وإنك لعلى خلق عظيم. أنت أنت شفت الأخلاق يا رسول الله، يا محمد، يا حبيبنا، شفت الأخلاق، أنت فوق الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. هل تبعنا أخلاقه؟ السيدة عائشة لما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. اقرأ وش كيف القرآن، هذاك هو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالت لهم هذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأخلاق كثيرة في النفقة، في إصلاح ذات البين، في التواضع، كلها أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أما الطريقة التي نقدمها اليوم طريقة جد سطحية. بعض الناس يقول لك هكذا: لو تتكلم بطريقتك يعني راح ترفع المستوى والناس لا تفهم. ما كاش منها أيها الإخوة، لا تصدقوا هذا الكلام، لا تصدقوا والله، ولو كنت شيخا، ولو كنت شيخ، ما كاش منها. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل حاجة تسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم راح تفهمها. صدقوني صدقوني، شفتوا المستوى اللي كان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من مستوى نبي كثير. أنتم تظنون أن التقدم التكنولوجي هذا هو يعني التطور. لا، لو كانت هذه التكنولوجيا عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والله لفتحوا العالم بطريقة عجيبة. ما مش عايشين كما نعيشين اليوم نحن أيها الإخوة. هذا تطور تكنولوجي. اليوم عندك الهاتف الذكي وعقلك غبي، ما تصنع به؟ أمامك كل شيء ولا تحسن تدبيره ولا تحسن التعليم. إذن هل أنت متطور؟ طيب وين كانوا متطورين أيها الإخوة؟ كانوا متطورين في جوانب أخرى. أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قاعد تعرفوها، أولادنا يعرفوها، بناتنا يعرفوها، الشيوخ يعرفوها. اقرأ. هل قرأنا؟ بكل صراحة هل قرأنا؟ ثم يجي يقول لك ما ترفعش المستوى. لا، لازم نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ الظروف، كيف كان يقرأ الأحداث. يقرأ مش معناته يقرأ في الكتب. ربما الناس كي يقولوا لهم هكذا الشيوخ يزعفوا، يقول لك احنا ما قريناش وقت الاستعمار يعني. لا، اقرأ الأحداث. لما تسمع حاجة اقرأها، ما أنت ميز بينها، ستعرف وين الخلل وين الحق وين الباطل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأها البعض، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. كيف أدار النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بنى هذه الأمة العظيمة. ليس سهلا أيها الإخوة. العباقرة القادة العظام كلهم أيها الإخوة، كلهم، مش كلهم يعني كلهم، ولكن كل التي تفيد الكثير. الله عز وجل يقول تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لم تدمر. ولكن أغلب القادة والعظماء الغربيين اعترفوا بماذا؟ يعني القدرة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما حبيتش نقول عبقرية كما قال العقاد، الإمام والكاتب العقاد المصري دار كتاب سمى عبقرية محمد. ما حبيتش نقول هذا الكلام لأنه رفضه بعض العلماء، قالوا هو نبي. اندهشوا كيفاش استطاع أن يبني أمة في 23 سنة، وين لقاهم متناحرين وفي صحراء قاحلة. كيفاش ولا الإسلام اليوم يعني يغزو البلدان وينتشر في جميع الأمم بهذه الطريقة؟ ما هذه الأفكار التي جاء بها؟ عجيب. كيف نجح النبي عليه الصلاة والسلام لما التزم بخطة القرآن الكريم، لم يتجاوزها. انظروا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حقيقة غابت عن أذهاننا، أن الناس بطبيعتهم، عامة الناس بطبيعتهم يميلون إلى التشدد،
يميلون إلى التعصب، معروفة. خلي أي واحد يتدين، ما تدخلش روحك فيها، خليه وحده. وأنا على بالي عندكم أولاد وعندكم أصدقاء وعندكم شباب يعني تعرفونهم، خليه. أول حاجة قميص لحية وكذا حرام، حرام كذا لا يجوز، صح ولا لا؟ خليه وحده، خليه وحده. يميل إلى التعصب، يميل إلى التشدد. هذه الحقيقة ذكرها القرآن والرسول كان يعلم بها، ولو كان يخلي الأمة تمشي هايمة هكذاك من دون قيادة راح تفسد عليه الدين. هو مربي، هو معلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. ما قالش أن معكم رسول الله. لو قال أن معكم يعني مجتمع الصحابة، وإحنا ما عشناش معه. لكن الرسول الله عز وجل قال: واعلموا أن فيكم، راهو ما زال معنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما زال فينا. كلما قرأنا القرآن نجده، كلما أذنا نذكر اسمه، كلما أقمنا الصلاة نذكر اسمه، كلما ذكرنا أحاديثه هو فينا، عايش فينا الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم